السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ حلقه جديده كده ان شاء الله تبقى خفيفه، يعني نتكلم فيها بس عن اخبار الزمالك. الزمالك طبعا اللي اخباره كل يوم في حوارات جديده والدنيا مش عايزه تسلك معانا، مش عارف ليه. في خبر النهارده بيقول ان ناصر منسي بيقترب من الانتقال للمصري. طبعا الموضوع واقف على الفلوس من الاخر، حسين لبيب عايز يبيع اي حد، يعني عايز يمشي الدنيا. اعتقد الموضوع ممكن عشان يفك القيد. الاخبار بتقول ان الزمالك محتاج حوالي 112 مليون تقريبا او 115 مليون عشان يفك القيد. صفقة ناصر منسي واقفة بس على المقابل المادي، وممكن عادي نشوفه في مصر. أحمد حمدي قريب من التجديد للزمالك، خلاص المشكلة بتاعته اتحلت. واضح طبعا المشكلة كانت مع أحمد عبد الرؤوف وخلاص، يعني الراجل بعد ما مشى من التدريب النادي خلاص أحمد حمدي راجع للفريق، ودلوقتي كمان قريب من التجديد. في أخبار بتقول إنه خلاص بنسبة تقريبا 90% إن شاء الله هيجدد وهيقعد في النادي. محمد شحاتة كمان جاله عروض عربية، بس محمد شحاتة بنسبة كبيرة أوي مش هيطلع مع الزمالك. المصدر الداخلي داخل النادي قال إن هو خلاص آه، مفيش نية للتفريط في شحاتة، وشحاتة كمان ما أعتقدش إن هو عايز يروح يعني دول خليجية أو كده. الراجل قاعد إن شاء الله. في تغييرات متوقعة على تشكيل الزمالك الفترة الجاية، لأن شفنا عمر جابر ودونجا الاتنين رجعوا من الإصابات، وبنسبة كبيرة أوي ممكن نشوفهم في التشكيل الأساسي إن شاء الله في الماتش الجاي. كمان احمد حمدي ومحمد السيد الاتنين نزلوا من على الدكه الماتش اللي فات، ومن المتوقع برضو ان هم ممكن يبداوا. وكمان عدي الدباغ نفس الحكايه، نزل من على الدكه، واحتمال كبير ان انت تشوف التشكيله الاساسيه ان شاء الله الماتش الجاي. بالنسبه للاصابات برضو عندنا عبد الله السعيد شارك في جزء من التدريب النهارده، وبنسبه كبيره ان شاء الله هيبقى في قائمه الماتش. في خبر غريب شويه ان لعيبه الزمالك بتشتكي من الطبيب الاسباني للفريق، وان في منهم ناس بتروح للدكتور محمد اسامه اللي هو الطبيب القديم للنادي. مش عارف بصراحة الراجل ليه مشى، يعني الراجل كان زملكاوي وكانت الدنيا ماشية معاه كويس. بس الخبر ده بصراحة لو هو خبر صح يعني فدي هتبقى مشكلة كبيرة. نتمنى ان شاء الله التوفيق لنادينا. طبعا احنا النهاردة كان عندنا ماتش الاهلي الاهلي وواد دجلة. المباراة طبعا انتهت بفوز الاهلي 3-1، والمباراة دي يعني ما فيهاش حاجات كتير جديدة يعني، بس انا مدرب الاهلي بصراحة ثروب ده غريب شوية. يعني الراجل ده ساعات تحس ان هو مدرب جامد اوي، ساعات تحس ان هو مدرب اي كلام. يعني تشوفه النهارده وهو مقفل على فريق وادي دجلة، تشوفه هو مانع كل حاجة، ضغط عليهم من قدام لعيبة الأهلي فايقة. لا تحس إن أنت معاك مدرب كبير. تشوف في ماتشات تانية تحس إن هو واقف على الدكة مبيعملش حاجة، يعني واقف فاهم ملوش أي 30 لازمة. أغرب حاجة طبعا النهاردة الناس كلها اتكلمت عليها هو إن الشناوي أساسي مش مصطفى شوبير. ودي مشكلة غريبة شوية، يعني أنت دلوقتي عايز تلعب مين فيهم؟ ما أصل جو التبديل ما بين الحراس ده ما بياكلش، يعني هو يتلعب ده يتلعب ده. وعاجلا اما اجلا انت زي ما قلت برضو في الزمالك ان انت هتضطر تختار ما بين عواد وما بين صبحي، في الاهلي هتختار ما بين الشناوي وما بين شوبير. الجمع بينهم صعب اوي، يا ده يا ده. الناس حتى بقت جماهير الاهلي نفسها بقت متحايله شويه على الشناوي. يعني انا فاهم طبعا ان هو ليه غلطات كتير قبل كده وبتاع، فهم مش طايقينه، بس هو في تحايل لدرجه ان هو مثلا النهارده عمل ماتش كويس، والجون اللي جه فيه عادي جون حلو فعلا، وجون مش مسؤوليته. بس هتلاقي الناس مش شايله المسؤوليه. ليه؟ لان الناس كرهاه اصلا من قبل كده. فهتلاقي ده بيحصل كتير قوي في كور. يعني ممكن يبقى عادي، يعني الجون ده مثلا لو جه في شوبير عادي الناس مش هتتكلم، لو جه في اي حارس تاني هيقول لك عادي، ما هي فعلا ما فيهاش حاجه، يعني الكوره صعبه فعلا. بس لانه جه في الشناوي وانت مش حابب الشناوي يعني ايه، عارف اللي هو هتلاقي الناس واقفه على الواحده كده. فانا شايف بصراحه ان الشناوي خد فرصته زياده عن اللزوم في الاهلي يعني. وانا بصراحه مش عارف ايه قوه الشناوي الرهيبه قوي ان هو يقعد شوبير على الدكه يعني. يعني احمد شوبير اصلا معروف ان هو قريب اصلا من الخطيب، فازاي ابنه قاعد دكه؟ حاجه غريبه بصراحه. المهم الاهلي برضه عنده حاجه غريبه برضه شويه، وهي اشرف داري. اشرف داري ده اغرب من الغراب. ليه بقى؟ انت جايب لعيب دولي، لعيب المفروض منتخب المغرب، او مش دولي يعني بس قريب من الفرقه، اللي هو ساعات بيروح وساعات بيجي، زي شبه السيف الجزيري، شبه حمزه المسلوسي لما كان عندنا، علي معلول، الناس دي. يعني فكويس الناس، اشرف بن شرقي مثلا، الناس دي يعني فاهم اللي هو بيبقى لعيب كويس ان هو ايه بيروح وبيجي وبتاع. بالنسبة للعيب بيلعب داخل أفريقيا ماشي، لأن منتخبات زي تونس والمغرب دي معظمها محترفين. أشرف داري من يوم ما جه الأهلي وهو راجل مصاب تقريبا، ما تفتكرلوش تلات أربع ماتشات ورا بعض، لا هو ماتش التاني بيتصاب. أشرف داري دلوقتي الأهلي بيحاول يزحلقه بره الفرقة بأي طريقة، يعني اللي هو خلاص هم بيحاولوا يكرشوه.
طبعا الراجل واخد عقد كبير، فالراجل عشان يمشي بيقول لك انا عايز 2.5 مليون دولار اللي هو بقى عقده، او تودوني اعاره، تودوني اعاره هاخد نفس الراتب. بصراحه دي مشكله برضو في العقود الطويله شويه، لما بتلبس انت في اللعيب، انت بتبقى جاي متعشم قوي، فلو لبست فيه خلاص. ودي بصراحة حاجة يعني مشهورة أوي في الأهلي. الأهلي عنده الحكاية دي، عنده إن هو يجيب لعيب مثلا، ولا تلاقي اللعيب ده هو مقضيها في المستشفى. ليه؟ لأن هما مفيش كشف طبي، ومفيش أنت المفروض تراجع التاريخ المرضي للاعب، لأن الموضوع مش طبيعي. ده أنت من أيام أحمد خيري ومحمود متولي ولاعيبة كتير أوي. لا ما بتلحقش يا جدعان، يعني العيال دي بتصاب كتير أوي، بتفضل قاعدة طول الموسم مصاب. وطبعا ربنا يشفي اي حد، بس انت لو انت نادي كبير لازم تبقى انت برضو عارف ان انت تحت ضغط بدني معين، في لعيبه مش هتستحمل يعني. في حاجه برضو غريبه في الماتش النهارده، وهي زيزو. يا جدعان زيزو خد جايزه راجل المباراه. ده عشان ايه؟ عشان هو جدع يعني. الراجل يا دوب شاط البلنتي بس. انت في كوره اصلا في الشوط الاول زيزو رايحين 2 على 1 انفراد، الراجل لعبها اتقطعت منه. وفي كور تتعرض راي شاطها يعني. اصلا هو مش عامل ماتش حلو يعني، بالعكس بقى اللي عامل ماتش حلو قوي النهارده بصراحه امام. وامام اصلا انت ممكن تشوفه ان هو الترمومتر بتاع الاهلي، ممكن تشوفه المحرك بتاع الاهلي. امام لو هو كويس وفورمه كويسه هتلاقي الاهلي بيلعب كوره حلو. لو امام مش موجود او امام مش في مستوى عالي هتلاقي الاهلي بيلعب كوره ممله جدا. فانا بصراحه ما فهمتهاش الحاجه دي. نقطه تانية برضو مروان عثمان. انا مروان عثمان ده يعني انا بشوف فيه حاجه كده شبه باسم مرسي اول ما جه الزمالك، اللي هو المهاجم المشاغب اللي عايز يعمل اي حاجه بيعافر. الراجل فعلا كان بيرجع ورا فالراجل بسم الله ما شاء الله يعني عليه، لعيب مجتهد جدا وربنا يوفقه يعني. انما موضوع بصراحه زيزو ان هو ياخد جائزه المباراه دي انا مش فارق لي الصراحه يعني، مش عشان هو زيزو والله عادي يعني. زيزو ياخدها، امام ياخدها، ياسر ابراهيم ياخدها، ياسين مرعي ياخدها، يعني اشرف بن شرقي حتى ياخدها، كلهم عيالنا يعني، كلهم من عندنا من زمان. فعامة هنشوف بقى بكرة ان شاء الله الزمالك هيعمل ايه. عندنا ماتش مهم مع بتروجيت، ان شاء الله نكسب، وان شاء الله نتقابل بقى بعد الماتش يعني. السلام عليكم.